السلام عليكم. تدخلت الحماية المدنية بدائرة الكوي في دبسة يوم الخميس لأجل تحويل جثث 3 أفراد من عائلة واحدة من منزلهم العائلي ببلدية عين الزرقاء. وحسب بيان المصالح الحماية المدنية بالولاية، يتعلق الأمر برجل يبلغ 58 سنة، وسيدة تبلغ من العمر حوالي 48 سنة، ولدها يبلغ من العمر حوالي 2 سنين. ووجد الضحايا جثثا مميتة بمنزلهم العائلي بحي طريق الصفصف بلدية عين الزرقاء. وتقوم مصالح الحماية المدنية في هذه الأثناء بتحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المنزه. هذا وباشرت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني تحقيقا بأمر من وكيل الجمهورية لمعرفة أسباب وملابسات الحادثة. وحسب المديرية العامة للحماية المدنية، توفي الضحايا بعد استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة منزلهم العائلي.